طبعا المفروض ان احنا بنتكلم عن الاهلي، فالطبيعي ان الواحد لما يجي بتيشيرت النادي الاهلي. بس الحقيقه انا جاي بتيشيرت ليه رمزيه خاصه جدا بالنسبه لي. التيشيرت ده كان تيشيرت ارسنال في اول سنين العهد البائد للسيد اوناي امري، والناس تفتكر التيشيرت ده يعني اللي لعبنا بيه الفاينل ضد تشيلسي في نهائي اليوروبا ليج وخسرنا 4-1 وسقفوا له الالماني والحاجات اللذيذه دي. ليه التيشيرت ده بالذات؟ لان بصراحه النادي الاهلي وانا بتفرج عليه دلوقتي يعني حاجه شبيهه بالفتره بتاعت السيد اوناي امري في اخر ايامه مع فريق ارسنال، اللي هو حاجه كده يعني دمها تقيل، مفيش لعيبه، مفيش حد متاح تعمل بيه حاجه. المدير الفني عنده فكره او فكرتين بس بيشتغل بيهم، وبره الفكره والفكرتين دول مفيش اي حاجه متاحه تانية تقدر ان انت تعملها. انت حرفيا بتفتح التلفزيون تتفرج وتصلي على النبي وتستنى لاكازيتا واوباميانج يلحقوك. النادي الاهلي بقى هو عنده اتنين مختلفين يلحقوه، يا امام عاشور يا اما وسام ابو علي. وبما ان وسام ابو علي مصاب، امام عاشور ضيع ضربه جزاء في اخر الماتش عشان خاطر اللوحه الفنيه المهببه ب 60 نيله تخلص قصاد نادي بيراميدز. الماتش اللي كان فيه نادي بيراميدز اتعرض لظلم تحكيمي اصلا. يعني انت تخيل ان انت يعني مش عارف اقول لك ايه، اللي هو انت الحكم في صفك وما كسبتش. يعني حاجه قمه القرف وحاجه نيله وحاجه تقرف وحاجه يعني مش عارف اقول ايه. مش عارف اقول ايه غير ان انا يعني مضلق الكره المحليه بالثلاثه. بس حسيت النهارده ان انا محتاج اتكلم، لان بصراحه الماتش حرق دمي. انا اتفرجت عليه بالكامل، الاهلي وبيراميدز، والموضوع ما كانش لطيف او دمه خفيف وانا قاعد بتفرج عليه. على العكس، الموضوع كان دمه تقيل بزياده.